السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. مستمرين طبعا معاكم في تحضيرات العيد او تجهيزات العيد. هنعمل مع بعض النهارده بإذن الله الغريبة الناعمة الدايبة بطريقة حلوة جدا، وقوام بجد مش هيسيح منك في الفرن ولا هتفرش منك. انسي اي مقادير او اي حاجة عملتها قبل كده للغريبة، وتعالي اقولك انا عملت الغريبة الجميلة دي ازاي بطريقة حلوة جدا. شايفين الجمال؟ وبتفرق كده معنا بجد، من احلى الوصفات اللي عملتها الغريبه وادتني نتيجه هايله كمان. وايه سر ان الغريبه فاتحه معايا كده وبيضه شكلها تحفه كده، وازاي كمان حافظت لي على القوام بتاعها وما فرشتش، وكمان مقاديرها مظبوطه جدا. يعني السكر بتاعها مظبوط قوي، مش مسكر قوي ولا قوامها جميل. باذن الله هتعجبكم. يعني ان شاء الله باذن الله هتطلعوا من الفيديو ده وانتم مصممين ومقررين انكم تعملوا غريبه. تعالوا نشوف مقاديرنا ما فيش ابسط من كده. انا ما شاء الله النهارده هعمل معاكم كيلو من الدقيق، يعني كيلو من الغريبه. كيلو دقيق ده ممكن يعمل لنا حوالي 4 كيلو من الغريبه. كيلو دقيق بياخد نص كيلو من السمنه، وياخد ربع كيلو من السكر الباودر. وايه بقى السر بتاعنا؟ اللبن البودرة يا جماعة مع الغريبة ده عظمة، اختراع والله. يعني كيلو دقيق هياخد نص كيلو من السمنة، ربع كيلو من السكر البودر، وكمان كوباية الا ربع من لبن البودر. السر بتاعنا ان اللبن لازم يكون بودر كده حلو جدا، مش نستخدم لبن سائل، لا لبن البودر بيديني لون جميل وطعم غني كده باللبن في الغريبة، حلو جدا. السمنة يا جماعة اللي أنا كنت مستخدماها دي حوالي نص كيلو سمنة بلدي. أيوة زي ما قلت لكم كده، السمنة البلدي في الغريبة حاجة طعمها خطير بصراحة. ضفت 350 جرام من السمنة البلدي و150 جرام من السمنة الروابي. روابي كمان تديني ريحة جميلة جدا. خفقت السمنة البلدي مع الروابي كويس جدا جدا، وبعدين ضفت عليهم السكر البودر اللي هو ربع كيلو. يعني خفقت الأول نص كيلو من السمنة، وبعدين ضفت عليهم ربع كيلو من السكر البودر. بعد ما خفقتهم كويس واتأكدت ان قوامهم خلاص جميل والسكر داب معايا مع السمنة، ضفت عليهم كوباية الا ربع من اللبن البودر. بيديني طعم حلو جدا وشكل جميل ابيض كده حلو قوي. وذرة ملح صغيرة هضيفها على كمان على الدقيق، على كيلو دقيق. كيلو دقيق منخول كويس جدا. بعد ما خفقت السمنة والسكر واللبن البودر هنزل عليهم بالدقيق اللي هو كيلو الدقيق، خفقتين صغيرتين بالمضرب. وبعدين هبدأ ألم العجينة بإيدي أو بسباتيولا. العجينة بتكون شبه يعني ايه، مايلة للتلزيق، بس هي مش ملزقة يا جماعة. هي هتمال للتلزيق بس هي مش ملزقة خالص. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا الم العجينة كده كويس جدا، وهبدأ اختبرها. هجيب كده كرة صغيرة كده، طبعا بعد خلاص ما غسلت ايدي، وهبدأ ان انا اضغط عليها بصباعي. لو عملت تشققات يبقى هي محتاجة سمنة، لو هي ملزقة قوي محتاجة شوية دقيق. طيب هضيف عليها ايه؟ شوية من اللولي. اللولي ده مش غالي قوي، ممكن تجيبي منه من عند العطار او اي مكان من مستلزمات حلوات ب5 جنيه، من اول 5 جنيه لحد وانت طالعة 15 20 المتوفر عندك. وكمان معايا شوية مكسرات، معايا عين جمل وبندق وفستق وشوية سوداني انا محمصاهم. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا اضيف على الغريبة عندي شوية من اللولي، وضغطة صغيرة خالص ابطط عليها تبطيطة صغيرة، لان اسيب احتمالية انها ممكن تفرش معايا في الفرن. بس بجد المقادير دي كانت مظبوطة جدا، ولا غريبة واحدة فرشت معايا في الفرن. كلهم حافظوا على القوام بتاعهم. طبعا الفرن ما يكونش سخن قوي، 160 او 180 في الرف اللي تحت اللي هو اخر رف. ما بنولعش عليهم الشواية خالص، لان الغريبة بتكون بيضة وناعمة ودايبة. شايفين؟ بجد عظمة، حاجة كده منتهى الجمال والحلاوة ما شاء الله. صغيرة جدا، والكيلو دي عمل لي 4 كيلو من الغريبة. وطبعا بالمكسرات كانت حاجة عظمة. طبعا اللولي ده يا جماعة بيتاكل، اللي هو اصلا سكر كده او شوكولاتة متزينة بتتاكل، ما تخافوش منها. يعني هي حاجة مش مضرة خالص، هي حاجة بتدينا شكل جميل زي الفرماسيل كده، بيدينا شكل جميل. فاللولي ده حاجة بتتاكل وجميلة جدا.
طبعا دي مقاديرنا بسيطة وجميلة. كيلو دي بياخد نص كيلو من السمنة، ويا سلام بقى لو السمنة بتاعتنا كانت بلدي اللي هي الفلاحي، ده بتدينا ريحة جميلة جدا. وكمان ربع كيلو من السكر البودر. السكر البودر لازم يكون منخول كويس او بودر كويس جدا. وكمان كوباية الا ربع من اللبن البودر. لبن البودر كمان بيديني طعم جميل جدا في الغريبة. مضفتش عليها فانيليا لان ضايفة سمنة بلدي، انا عايزة نكهة وريحة السمنة البلدي. شايفين بقى الغريبة صغيرة، مفرشتش معايا. تسويتها كانت احلى من اروع من ممتاز، ممتازة جدا. قعدت في الفرن من حوالي 30 دقيقة ل35 دقيقة. هي بتاخد نار شوية. وهقول لكم كمان على معلومة مهمة جدا. بعد ما نخلص تشكيل الغريبة لازم نحطها في التلاجة لمدة حوالي عن 3 دقايق، ايوه زي ما اقول لكم كده. وكمان السمنة اللي احنا مستخدمينها تكون باردة، ولا متلجة ولا هي سخنة ولا هي حتى بدرجة حرارة الغرفة، لا تكون باردة شوية. دي كمان بتحافظ لي على قوام الغريبة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، عملنا مع بعض الغريبة بطريقة جميلة جدا وبشكل مميز كمان، ومقادير بجد بسيطة قوي. ودي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. وزي ما اتعودنا يا حلوين، قبل ما نخلص الفيديو لازم نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.